عزيزي المشجع الكروي والجميل، ما تيجي افرجك كده حال الكرة المصرية في فيديو وصورة. كده فرق بعيد. طب المقابل انت دخلت بطوله، الجمهور دلوقتي عمال يسال هو انت دخلت البطوله دي ليه؟ طب هل بلعيبه صغيره عشان تطلع لقدام، ولا او يعني نديها استثمار او نديها زقه ونستثمر فيهم عشان كده؟ طب هل اهلت لعيبه من دي كابتن حسام حسن هياخدهم معاه في كاس الامم للمنتخب الاول؟ لا برضه. طب هل انت خدت لعيبه عشان تكسب البطوله دي؟ يحوش لللايف، يحوش لللايف. احنا على الهوا. اه والله. فانت هل انت خدت اللعيبه دي عشان تاخد بيهم البطوله العربيه؟ لا. فما لا قدمت واحد ولا قدمت اثنين ولا قدمت ثلاثه. فبمنتهى البساطه يعني عدم تخطيط، الفهلوه، العشم في الصدفه يوديك للنتيجه اللي انت شايفها دي. واعد لك الاسئله تاني اذا كنت انت متخيل ان احنا ما كناش على الهوا، بس انا بحسب كنا ما كناش على الهوا والله. اعيد لك الاسئله تاني. ماشي، اتكلم بحماس يعني وكده ولا ولا؟ حماس ولا اتكلم زي ما انت كنت بتتكلم. هو يعني قول لي ايه رايك. لا بقى يعني انا بعد لك بجد الاسئله تاني اذا كنت انت كراجل. متخيل ان هي مش على الهوا، بس والله احنا كنا على الهوا. اوكي يلا معاك. اتفضل. والله ما احنا مش برنامج مقالب، انا بكلمك بجد. قول. اوكي. كراجل انتمي الى منظومه كره القدم المصريه كمدرب ما ده اللي كمحلل انت قلته. طب ما انت ما ده اللي انت قلته برضه في المره. انا بقى ما ده على الهوا برضه. اللي انت قلته على الهوا ده على الهوا. لا بس والله العظيم. اوكي. ف ف الراجل لا، تنتمي لكره القدم المصريه، بتعتذر حاجه تزعل طبعا. كده زي ما حضرتك شفت قدامك كده بالظبط، هو ده حال الكرة المصرية الحقيقي اللي احنا كلنا مغيبين عنه. ناس مسؤولة عن الرياضة المصرية والكرة المصرية، اهم حاجة عندها زي ما قلت لك قبل كده المادة. مش مهم بقى جماهير، مش مهم تطور، مش مهم انجازات، مش مهم اي حاجة خالص. اهم حاجة المادة دي. لو ناس عندها دم هتراعي مشاعر الناس، ولكن علشان خاطر الناس دي عارفة ان هي مش متشافة في الاوقات دي فبيعملوا اللي هم عايزينه. انما لما بيبقوا على الشاشات بيطلعوا يمثلوا ويضحكوا على الناس الغلابة اللي بتتمنى فرحة اللي بتاخدها من كرة القدم.